بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بقى فيديو حلو، فيديو جديد، يا رب بقى يعجبكم. هنعمل النهارده بقى قرص الطريه. كان عندي لبن وراب، فقلت بقى اعمل بيه شويه قرص. ف... وكان عندي اللي هو شيرش اللبن ده. كنت حاطاه طبعا في الفريزر، طلعته برضه عشان اعمل بيه. اما كترتش، هو كيلو دقيق بس، فقلت بقى اعمله معاكم. طبعا كده فضيت كيلو الدقيق في البوله البلاستيك دي. هنزل عليه بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر دي كيس كامل، بس كان انا كنت واخده منهم يعني. وهنزل طبعا بالخميره. دي فانيليا. مفيش فيها اي افتكاسات خالص، بس امشي على الطريقه بتاعتي دي. لو بتنشف منك او مش بتظبط معاكي، امشي على طريقتي وان شاء الله هتظبط معاكي باذن الله. الطريقه بتاعتي دي ناجحه جدا، واصلا طعم القرص كده طريه جدا وطعمها جميل جدا. انا ما بطلعش الحاجه على القناه الا لما بكون عاملاها ومجرباها يا جماعه. مش اي حاجه اللي بعملها يعني وبقدمها للناس، لا، لازم اكون عامله الحاجه مره واتنين، وعلشان اقدر اقدم لكم وصفات تكون ناجحه معاكم وتظبط معاكم ان شاء الله. طبعا نزلت بالخميره، ونزلت بتلات 4 معالق سكر. مش عايزه تحط سكر ما تحطيش. وطبعا حطيت ذره ملح. ده طبعا كيس الخميره. انا حاطه ده السكر. كده انزل بقى بالخميره، هقلب بقى المكونات دي كلها. عايزه تضيفي سمسم ضيفي، انا ما ضفتش بصراحه. طبعا عارفين بقى الجو برد، طبعا القرص بتدفي، والمعجنات في البيت اصلا يعني بتدفي البيت لوحده كده. طبعا دي سمنه. سمنه بلدي، سمنه نباتي، اللي موجود عندك حطيه او ضيفيه. فطبعا هخلي بقى هقلب السمنه كده مع الدقيق. هخلي كل الدقيق يتغلف بالسمنه كده. بقى انا هعمل بايدي، ايدي نضيفه طبعا. عايزه تلبسي جلافز البسي براحتك، بس دي لبيتي مش لبره يعني لحد. فانا هعملها بايدي طبعا، غسله ايدي، انا واقفه في المطبخ ليل ونهار يا جماعه والله. فعشان كده ايدي دايما نضيفه يعني، بغسلها على طول. هبس الدقيق مع السمنه. كده زي ما انتم شايفين. طبعا بحب اعمل قرص في الشتاء جدا. اللبن خيره في الشتاء يعني. اللبن الفلاحين خيره بيبقى في الشتاء بصراحة. بيبقى كلته قشطة، واحلى لبن ده يعني. حتى اللبن اللي انت يعني الزبدة والقشطة والحاجات دي احلى حاجة تعملها في الشتاء مش في الصيف طبعا. طبعا انا بدأت احوش في القشطة، علشان طبعا نعمل السمنة البلدي ونعمل الزبدة ان شاء الله. بس مش دلوقتي، في نص الشتاء وفي اخر الشتاء كده اكون حوشت يعني شوية قشطة كتار. و... واعمل لكم طبعا الزبده باذن الله. انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت، فلو عايزينها ابحثوا عنها في القناه وهتلاقوها باذن الله. دايما اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وطبعا مقادير القرص هتبقى في صندوق الوصف ان شاء الله. طبعا بقى انا بنزل شويه بشويه. انا طبعا مدفيه اللبن الرايب ده معايا، مدفيه على البوتاجاز شويه. هو كان في الفريزر اصلا، فطلعته يفك، ولازم ادفيه شويه عشان الخميره. القرص دي كانت ريحتها ما شاء الله جميله جدا. فانا ما كترتش، انا عامله كيلو بس يعني. هبقى اعمل كيلو بكيلو، مش هكتر طبعا، على اساس تخلص على طول. كده يا جماعه انا عجنت فيها شويه، قعدت على الارض بصراحه عجنت فيها شويه. بقول لكم ايه، البتاع بقت نظيفه وايدي بقت نظيفه، العجينه ما شاء الله عليها. والسمنه كانت فيها مظبوطه، ما كانتش قليله ولا حاجه. عايزه تحط سمنه على زيت ماشي، بتحمر الزيت، بحمر القرصه وبخليها لونها حلو. حط سمنه على زيت يعني، حط كوبايه سمنه. حط نص ونص، نص زيت ونص سمنه. مش هتنشف القرص ولا حاجة على فكرة. لو ما عندكيش لبن رايب، هات كيلو اللبن.
يا دوب بس يعني يدفى كده زي دمع العين، بس هتضيف عليه معلقة خل، هو يفصل لوحده، هيبقى معاكي زي اللبن الرايب بالظبط. وتقدري تعجني بيه. هو ده اللبن الرايب يا جماعة. ساعات بعمله كده لما يكون ما عنديش لبن رايب، بس انا دايما بيبقى عندي اللبن الرايب على فكرة، ودايما عندي القشطة، لان بجيب لبن باستمرار عشان انتوا عارفين إن معايا اطفال، فدايما بجيب لبن باستمرار. او من عند العيلة برضو، العيلة عشان فلاحين عندهم لبن وكده، فبجيب من تحت كده او كده، بشتري او من تحت. كده بقى العجينة بعد ما خمرت معايا، سبتها يجي ساعة كده ولا ساعة ونص اما خلصت اللي ورايا. فطبعا معايا بقى طبق زي ده هخبز عليه. عندك بقى اي حاجة اخبزها عليها براحتك، القرص اللي انت شايفاه. طبعا الصينية دهنها بسيط زيت خالص، وما عدتش هدهنها تاني خالص بعد كده. حجم القرصة اتحكمي فيه انت، عايزاها كبيرة صغيرة براحتك يعني. حجم القرصة يتحدد عليكي انت. القرص لها كام طريقة. ان شاء الله ابقى اعمل لكم بقى كده يعني. استنى شويه كده، دخلت الشتا شويه، يعني لما الجو يبقى في شتا كده نعمل بقى شويه معجنات حلوين، نعمل شويه قراقيش. طبعا هينفع في الشتا، يعني قاعده كده انت وولادك بالليل، مع كوبايه لبن، مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي. معلش لو في صوت علشان المدرسه، طبعا اظن بقى حفظتوا من تسجيلات يا جماعه، بقى في دوشه في مدرسه. انا مش مكبره القرصه، علشان اللي تاخد القرصه من ولادي تاكلها على طول، ما تسيبش منها حاجه او ترمي منها حاجه. مصغراها يعني، مخليها قرصه صغيره كده، هتشوفوها بعد ما تستوي. يلا بقى لو عندك كيلو دقيق، قوموا كده، املي بيتك بالخير طبعا. طبعا ريحه المعجنات في البيت بتبقى حاجه تانية والله يا جماعه. آه، بتحس ان في خير في البيت كده. في واحدة بتقول لي يا رب المواعين تموت. انا كنت بقعد اقول كده بصراحة، يا رب المواعين تموت اما الاقي مواعين في المطبخ، او المواعين ما بتخلصش بصراحة. ففي واحدة بتقول لي، انا بقعد اقول له يا رب المواعين تموت، بس اما المواعين تموت يعني ما فيش. على فكرة ما تدعيش الدعوة دي، لأن ريحة الأكل في البيت أصلا خير يعني. أما تطبخي حاجة، أي حاجة مش شرط لحمة وفراخ، تطبخي حاجة لولادك، والله حتى لو كشري وبطاطس مثلا، ريحة الأكل في البيت بتبقى خير جدا يعني. إن في لسه في عندك أكل، في عندك حاجات لولادك كده يعني. فما تدعيش على نعمة ربنا خالص إن هي تموت والكلام ده. كده بعد ما أنا كان نفسي أصور لكم بقى وأنا قاعدة قدام الفرن وبعمل القرص، بس الجو كان ضلمة بصراحة فوق على السطح، أنا كنت فوق على السطح في الفرن، فما عرفتش أصور بقى بصراحة في الفرن. فأنا طلعت بقى سويتهم لوحدي. وطبعا دي القرص بعد ما خلصت، لونها يا جماعة جميل جدا ومستوية طبعا. طبعا أنا برسوم في الطبق كده علشان إيه، الصورة طبعا ناخدها، وعلشان الفيسبوك طبعا تعرفين إن أنا بنزل على الفيسبوك. هسيب لكم رابط الفيسبوك يا جماعة علشان تشتركوا معايا في الفيسبوك. ايه رأيكم يا جماعة؟ السوا من فوق زي من تحت بالظبط. والله العظيم يعني الفلاش بتاع الكاميرا كان نفسي اشوف لكم اللبابة بتاعتها، هتشوفوها دلوقتي. انا بظبط في الكاميرا، كان محمد ابني واقف معايا على فكرة، كنا بناكل انا هو القرص. كنا هنا قرب العشاء، كان الإضاءة كمان يعني ما كنتش عارفة اصورها لكم قوي، بس حلوة حلوة وطعمها حلو، جربوها وان شاء الله تعجبكم. دي كنت بقول لكم خدت لون بس بسيط معايا. شوفوا، ماني مش عارفه اوريها لكم ازاي قوي. شوفوا يا جماعه عامله ازاي، اللي بقى عامله ازاي فيها. بحب القرص اللي كده قوي، طعمها كان حلو وطريه. يلا بقى ما تنسيش في اللايك لو الفيديو عجبك. حط لي لايك، ويا ريت بقى تشير الفيديو عشان الكل يستفاد والكل يشوف القناه بتاعتي. وما تنساش في اللايك والشير. واقول لكم بقى اشوفكم بقى في فيديو جديد تاني، وصفه جديده. و... واسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه. ومع السلامه يا احلى اخوات في الدنيا. وباي باي.